السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة هنبدأ بأول واحدة في المنهج بتاعنا للدراسات الاجتماعية، وهي بعنوان رحلة عبر الفضاء. هناخدكم في رحلة عبر الفضاء وهنتعرف على أول درس وهو بعنوان ظواهر كونية. الظواهر الكونية بيعتبر يا سنة أولى من أمتع أجزاء المحتوى اللي ممكن تدرسها في منهج الدراسات الاجتماعية، لأنك أنت هتستشعر مدى عظمة الخالق وإبداعه في خلق الكون عموما، وكل الظاهرات الكونية اللي بنشوفها وبنعرفها فأكيد هي في منتهى الإبداع، فسبحان الله وبحمده. فعلشان كده أنا هسألك سؤال: هل تم اكتشاف كل الظاهرات التي تحيط بنا في هذا الكون؟ طبعا إجابة الأغلبية بلا. هو فعلا بيعتقد العلماء إن هم ما بيعرفوش أو ما وصلوش إلا 10% فقط من أسرار الكون، أما الباقي فهو ينتظر من يستكشفه، فاحنا مستنيينكم. طب بالنسبة لأهم الظواهر الكونية اللي اكتشفها العلماء لحد الآن: النجوم، الكواكب، الأقمار، المجرات، الشهب، النيازك، السدم. بالنسبة لأول ظاهرة كونية موجودة فهي النجوم. النجوم هي ايه؟ النجوم اللي انت بتشوفها في السماء، اكيد انت بتشوفها حاجة منورة وصغيرة كده، بس هي في الواقع وفي الطبيعة وهي بحجم كبير ومضيئة ومتوهجة بيشع منها ضوء وحرارة. فأنا لو سألتك ما المقصود بالنجوم فهي أجسام كبيرة الحجم مضيئة متوهجة تشع ضوءا وحرارة. النجوم بتتكون من ايه؟ تكوينها بتتكون من مواد غازية، يعني كده مش ملموسة، ولكن هي بتشع منها ضوء وحرارة لأنها جسم مشتعل. ولكن خليني أعرفك على أمثلة من النجوم موجودة في الكون بتاعنا، زي الشمس. الشمس بيعتبر هو أقرب النجوم إلى الأرض. كل النجوم لونها واحد؟ لا، بتختلف في ألوانها، وده على حسب درجة حرارتها. النجوم اللي أقل في الحرارة لونها أحمر. اختلاف في الألوان على أساس إيه؟ على أساس درجات الحرارة. بالنسبة للضوء والحرارة اللي موجودين في النجوم فده من ذات نفسها، فهي متوهجة ذاتيا مشتعلة ذاتيا. الفقرة دي وهو ده علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة. النجوم أجسام متوهجة ذاتيا، برافو، طبعا صح. بالنسبة لتاني ظاهرة كونية وهي الكواكب. الكواكب هي ايه؟ هي أجسام صغيرة نسبيا معتمة لا تشع ضوءا ولا حرارة. يعني كده انت لو مسكت أي حجر فالحجر هيكون معتم ولا بيشع منه ضوء حرارة، فالكوكب هو جسم معتم لا يشع منه ضوء ولا حرارة. بالنسبة للكواكب فهي بتدور في الكون، بتدور حول النجوم، ولكن هل في مسارات عشوائية؟ لا، في مسارات أو مدارات بيضاوية محددة. ومن أمثلة الكواكب طبعا كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه وباقي كواكب المجموعة الشمسية. بالنسبة لمصدر الضوء والحرارة اللي على كوكب الأرض فده طبعا احنا بنستمده من النجم اللي هو، فطبعا أنا لو سألتك بما تفسر أهمية نجم الشمس بالنسبة لكوكب الأرض، طبعا برافو، لأنه هو الذي يمدها بالضوء والحرارة. فلتالي ظاهرة كونية وهي الأقمار. الأقمار هي إيه؟ هو أجسام معتمة أصغر حجما من الكواكب، فهي أجسام معتمة زي الكواكب، ولكن بالنسبة لحجمها فهي بتكون أصغر شوية في الحجم من الكواكب. ودايما الأقمار مرتبطة أو بتدور حول الكواكب، وده بفعل الجاذبية. فتعريف الأقمار هي إيه؟ هي أجسام معتمة أصغر حجما من الكواكب وترتبط معها بالجاذبية وتدور حول الكواكب. بالنسبة لمصدر الضوء والحرارة عليها اللي موجودين على الأقمار فهي بتستمد ضوءها من انعكاس ضوء الشمس الساقط عليها. فانت لما تشوف ان القمر منور وهو كده مديك ضوء بالليل فده طبعا مش من ذات القمر، لا، ده انعكاس ضوء الشمس الساقط عليه. كل التجمعات الكبيرة من النجوم اللي مختلفة في الحجم والشكل والنوع بتتجمع في مكان
وبنسميه مجرة. فالمجرة هي ايه؟ هي تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الشكل والحجم والنوع. مش كل النجوم لها نفس الشكل ولا نفس الحجم ولا نفس النوع، ولكن كل تجمعاتهم بتكون او بنطلق عليها بالمجرات. فالمجرات اللي موجودة في الكون بتكون على حسب شكلها، وبنصنفها او بنصنف نوعها على حسب الشكل اللي هي بتكون فيه. فمثلا في تجمعات من النجوم بتدي شكل غير منتظم فبنسميها مجرة غير منتظمة، وفي شكل تاني او تجمعات تانية من النجوم بتدينا الشكل حلزوني فبنسميها مجرة حلزونية، وفي شكل تاني من تجمعات النجوم بيكون على شكل بيضاوي فبنسميها مجرة بيضاوية. ايه انواع المجرات؟ مجرة غير منتظمة، مجرة حلزونية، مجرة بيضاوية، وده على حسب ايه؟ على حسب الشكل تجمعات النجوم. طيب احنا كوكبنا كوكب الارض موجود في اي مجرة في الكون. اذا كانت النجم بكل الحجم الكبير اللي هي فيه ده، فهي كل التجمعات من النجوم بتسمى مجرة. فهل هنا احنا موجودين في اي مجرة؟ واحنا طبعا عارفين ان الكواكب بتدور حول النجوم، واحنا عارفين ان النجم الشمس بتدور حوله المجموعة الشمسية اللي من ضمنها كوكب الأرض. فكوكب الأرض بينتمي إلى المجرة الحلزونية، وبنسميها كمان باسمين تاني. ممكن نسميها بمجرة سكة التبانة أو مجرة الدرب اللبني. بنسميها سكة التبانة لأنها بتشبه التبن المتساقط في الطريق، وكمان ممكن نسميها بمجرة الدرب اللبني لأنها تشبه اللبن المسكوب. فهنا عندي سؤالين. بما تفسر سميت مجرتنا بسكة التبانة؟ ليه؟ لأنها تشبه التبن المتساقط في الطريق. والسؤال الثاني بما تفسر سميت مجرتنا بالدرب اللبني لأنها تشبه اللبن المسكوب. ونلاحظ يا سنة أولى إن المجرة الحلزونية هي اللي موجود فيها كوكب الأرض. هنركز في مجرتنا وهي المجرة الحلزونية أو مجرة سكة التبانة أو مجرة الدرب اللبني. فالمجرة موجود فيها أجسام فضائية. الأجسام الفضائية دي ما بين السدم والنيازك والشهب، فإحنا هنتعرف على كل نوع من الأجسام دي. بالنسبة لأول نوع وهي السدم. السدم هي ايه؟ هي مجموعة كبيرة وضخمة من أجسام غازية، وانت عارف ان الجسم الغازي هو بيكون غير ملموس، هو شبه الدخان كده. فالمجموعة الهائلة من الأجسام الغازية دي بتظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار، فده طبعا بنسميه السدم. والغبار ده بيجي منين؟ الغبار ده بيجي أو بيحصل أو بيكون هو نتيجة انفجار نجمة من النجوم. النجوم اللي موجودة في السماء أو في الكون ممكن تتعرض للانفجار، وبعد انفجارها بتتحول إلى شكل أجسام غازية بكمية هائلة جدا، فده بيكون في النهاية طبعا السدم. السدم هي ايه؟ هي مجموعة هائلة من أجسام غازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. تنشأ السدم، فطبعا هي بتنشأ نتيجة انفجار النجوم. تاني جسم فضائي موجود وهي النيازك. النيازك هي أجسام صلبة كبيرة الحجم. عند احتكاكها لما بتحتك بالغلاف الجوي لكوكب الأرض بترتفع درجة حرارتها وبتحترق جزئيا. نركز في النقطة دي يا سنة أولى. بتحترق النيازك جزئيا امتى؟ عند احتكاكها بالغلاف الجوي لكوكب الأرض، وما يتبقى منها دون احتراق يسقط على سطح الأرض. الجزء اللي ما احترقش عند احتكاكه بالغلاف الجوي بيسقط على سطح الأرض. طب وبيحصل ايه لو سقط على سطح الأرض؟ بيصطدم النيزك بسطح الأرض، وده بيخلف عنه أو بينتج عنه حدوث حفر عميقة. فهنا عندي سؤال: ماذا يحدث إذا اصطدم النيزك بسطح الأرض؟ إجابتي
عندما يصطدم النيزك بسطح الأرض فإنه يحدث حفر عميقة. سنقول إن بيعتبر النيزك هو النوع الوحيد من الأجسام الفضائية التي تصل إلى سطح الأرض. السؤال ده ممكن يجي بطرق مختلفة في الامتحان. بالنسبة لآخر جسم فضائي ممكن نتكلم عنه في درسنا وهي الشهب. الشهب هي هي أجسام صلبة ولكن بتكون أصغر في الحجم. عند احتكاكها بالغلاف الجوي لكوكب الأرض بترتفع درجة حرارتها وتحترق كليا. الشهب بتحترق كليا، مكونة سهاما ضوئية نراها تجري في السماء. فأنت لو لاحظت أسهم أو سهام مضيئة في السماء فاعرف ان دي شهب احترقت لما احتكت بالغلاف الجوي لكوكبنا. نهاية درسنا طبعا هنستنتج ان الكون كله بيتكون من ايه؟ بيتكون من مجموعة من المجرات، والمجرة بتتكون من ايه؟ بتتكون من مجموعة او ملايين من النجوم، والنجوم بتدور حولها مجموعة من الكواكب، والكواكب او كل كوكب بيدور حوله مجموعة من الاقمار.